نائب كاتب الدولة الأمريكي لما قال بأن العمل سويا لحل ملف الصحراء الغربية الذي عمره أكثر من 50 سنة. العمل سويا، كيف يمكن أيضا فهم وتحليل هذا التصريح الذي جاء على لسان هذا المسؤول الأمريكي الهام؟ العمل سويا على حل قضية الصحراء الغربية التي تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا. لما نقول سويا نسطر بالأحمر أخي زكي على سويا، معناها هم يعلمون ويدركون قراءة الجزائر لهذه القضية. هي دولة محتلة ومغتصبة من طرف احتلال مخزني، فبالتالي لا يمكن الخروج عن الشرعية الدولية وتطبيق القانون. عكس البعض كما قال الأستاذ عمر وأستاذ عز الدين الميري، الذي فيه العيب يريد أن يوري الناس عيبه في الآخرين. يعني للأسف الشديد مخزن دائما يطلق الإشاعات على الجزائر وأن أمريكا ونائب كاتب الدولة جاء للجزائر ليفرض حلا ورؤية أحادية على الجزائر خاصة بملف الصحراء الغربية. بالعكس شاهدنا بالأمس أمريكا أو واشنطن تقول رؤية سلمية سياسية والحل تحت قبعة الأمم المتحدة. دكتور عمر، لو سمحت دكتور عمر ننتقل للموضوع الآخر المتعلق بآخر تطورات في الملف المالي. بالأمس بعد الاستقلال في حرب الرمال كان للحكومة المالية يعني دور في اتفاق وقف إطلاق النار ما بين الجزائر والمالي بعد العدوان الغادر من المخزن على الأراضي الجزائرية غداة الاستقلال. إذا مالي تعتبر عمق استراتيجي جزائري، فالجزائر يجب عليها أن تحافظ هذا العقم وأن تحافظ على سلم هذه المنطقة، دون أن ننسى أن هناك مشروع كذلك المشروع الغازي الكبير الذي هو عبارة عن طريق يعني ما بين أبوجا النيجر الجزائر. فالثلاثي هذا ثلاثي المخزن والدويلة والكيان كان يعمل لإرباك هذا المشروع وتحويل المنطقة إلى بؤرة ساخنة وصراعات بين الأطراف لكي لا يتم أو إنجاز هذا المشروع العملاق الغازي الذي سوف يضر للجزائر يعني أرباح كبيرة. الدكتور عز الدين الميري، على من يكذب قويطة حين يصرح بأن الأمور على ما يرام في الداخل المالي وبأن الأمور عادت الهدوء، بالرغم بوصفه بأن ما حدث هو أعمال إرهابية كانت تهدف إلى إشاعة الفوضى والعنف إلى آخر قشة إن صح تعبيره وإلى آخر رمق. دكتور عمر، هل هو يريد فعلا مواصلة الحكم أم أن هناك ربما قوى أخرى تريده أن يبقى قويطة، لأنه لن يجدوا ظهرا يركب ولا ذرعا يحلب مثل قويطة؟ أستاذ عمر، بطبيعة الحال أنه قويطة ربما تلقى تطمينات من هذه الدول أو الوكلاء بصحة التعبير بحكم أنه دولة وظيفية ويطبق أجندة لزعزعة استقرار الجزائر. إذن هذه الدول تريد زعزعة استقرار الجزائر. ولو نرجع إلى كرونولوجيا الأحداث نرى أن الانقلاب هذا حدث بعدما تم الاتفاق بين الجزائر وأبوجا حول مشروع أنبوب الغاز. إذن هذه الدولة والكيان وحتى الجارة الغربية نعم يريدون إجهاض هذا المشروع عن طريق الأجندة يطبقها. وشاهدنا باماكو استطاعت أن تجلب معها لمدة زمنية ما معينة كل من النيجر نعم وبوركينا فاسو التي على كل حال لم تدخل معها. هذه الدول التي تسمى بالدول الحبيسة ربما أعطيت لهم بعض الأوراق أو ليكارت كما يقال أنه منفذ على المحيط من أجل التجارة ومن أجل. ممتاز جدا. أعتقد أنه وجد في روسيا حليفا، وبالعكس كان الخطاب ضد فرنسا وحتى ضد الجزائر. الصورة تغيرت في الميدان. الأطراف التي نتحدث عنها موجودة حاليا أصلا، يعني نحن لا نضيف جديدا. يعني عندك الحليف الأمريكي تركيا أحد حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ولديها حضور عسكري في مالي، يمكن لها أن تكون طرفا فيما تريده أمريكا. عندك المغرب اليوم اليوم لاندو بعد أن ختم زيارته الجزائر، المحطة المقبلة اللي بعد الجزائر هي وصل اليوم إلى المغرب. وناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي كان لديه تصريح لافت أنه قد ربط الإرهاب بالانفصال. شفت هذيك الفكرة، يعني هو يقول أن الإرهاب في الساحل متعاون مع الانفصال. سوف نربط هذا أيضا بما كنا سمعناه من محاولة تصنيف البوليزاريو كحركة إرهابية. يعني أروا عندك إطار عمل
كامل قاعد يبنى في هذه المنطقة إطار عمل أمريكي. إذا حنايا ما استبقناش الوضع، إذا ما عززناش الحضور نتاعنا، إذا ما حاولناش نصلحوا الإشكال اللي واقع مع مالي ويجب أن نحاول إصلاحه، إذا ما حاولناش هذا الذي سيكون عبئا علينا هو أننا سوف نرى أطرافا إما من خارج حدود مالي، يعني دول غير محاددة لمالي، أو أطرافا من خارج القارة تماما. الجيش تاعنا يتدخل خارجا، لا أدعو في هذه المرحلة إلى هذا، ولكن أدعو إلى أن يكون لدينا حضور سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، لأن هذا الجزء الذي يمكن أن نقوم به من مكافحة الإرهاب. الحلول السياسية والحلول الاقتصادية وغيرها، الحلول السلمية بصفة عامة هي التي تمر، يعني هي الأولى وهي التي تمر في البداية. لكن اليوم كما قلت التهديد هو في الحديقة الخلفية للجزائر، والجزائر معنية من أكثر الدول معنية بهذا الأمر، والفرصة مواتية. الجزائر بموقعها باقتصادها اللي يشق تقريبا الثالث او الرابع افريقيا اذا ما قلنا بباقي الدول، كذلك بمصالحها الاقتصاديه. اليوم الانبوب تاع الغاز اللي راح يمر من نيجيريا الى الشمال سيمر عن طريق النيجر او مالي، عن طريق مالي. فبالتالي امن هذه المناطق هو من امن الجزائر، هو من امن الجزائر، وبالتالي ما عندناش خيار. اليوم اذا كان الجزائر ما دخلت في هذه المرحله فهذا النظام قد اخل بمهامه، لأنه من مهامه هو حفظ الأمن للدولة الجزائرية، ومن أمن الدولة الجزائرية هو أمن جيراننا إلى غير ذلك. أنا كما قلت في التدخل الأول قلت أنه أنا أحبذ أن يكون هذا المسألة الأمنية هي تحل جماعيا، لكن للأسف الأزمة ما بين الجزائر والمغرب أصبحت تشكل عائقا في كل المجالات، سواء كانت الاقتصادية أو السياسية أو التجارية أو غيرها. لكن أتمنى وما أراه واجبا على النظام الجزائري اليوم هو أن يتدخل بصفة فعلية، وأن يكون له وزن، وأن تكون له بصمة. مزيد من الريع. صحيح، لأنه كما كنا نتحدث الأمريكان وش همها في منطقة الساحل والصحراء؟ أهمها الثروات والموضوع الأمني وطرد النفوذ الروسي والصيني، لا أكثر ولا أقل. هذه العناصر الثلاثة التي تشكل محور الاستراتيجية نتاعها. الآن احنا فيما يتعلق مع الغاز الصخري نحن نسمع أخبارهم من الأمريكيين أو من الإيطاليين كما دارت جورجيا ميلوني، يعني سمعنا منها. أما من سلطاتنا فلا يتحدثون عن الموضوع، وهذا أمر عجيب جدا. نتمنى أن يفهمونا وش صاري، وراكم لاحقين في هذا الموضوع، بديتوا ما بديتوش. يعني حاولوا أن تعتبروا بأننا يعني شعب وساكن معاكم وجزائريين كيفكم، يعني ونسهلوا. يسمع من الكلام هذا من مثلا قبل لنداو أو الزيارة من والذي تحدث عن أمن الطاقة في أوروبا، وسمع كذلك من عند مسعد بولس. مسعد بولس الذي أكد في المقابل أيضا الموقف المغربي الأمريكي الداعم للمغرب. لنداو الذي وصل المغرب اليوم أكد نفس الموقف الداعم للطرح المغربي في الصحراء الغربية، نفس الشيء. نعم، هذا أمر متوقع. لكن هذا الموقف الأمريكي إذا أرادت بلادنا أن تنتزع لنفسها مكانة أفضل يمكن لها أن تكون الديمقراطية الوحيدة في شمال أفريقيا. هذا ما يليق بنا كبلد. شراكة متجددة، تقوية الشراكة، عليك نور. لكن لما يقول هي نقطة تحول في العلاقات الجزائرية الأمريكية، المصطلح أنت هذا يتكلم واحد نائب كاتب الدولة للخارجية، يعني كلام دبلوماسي. لما نقول نقطة تحول فمعنى ذلك احنا لم تكن هناك أزمة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، علاقات عادية جيدة، تبادل السفراء، تبادل الرسائل، تبادل التهاني. فقلت أنا تخيلوا المشهد يكون صحفي يسأل وقال سي فلان أنت راك تقول اللقاء هذا والخطوة هذه هي نقطة تحول في العلاقات، معنى ذلك أن هناك شيء جديد، معنى ذلك أن هناك ربما اتفاق على أمور مستجدة في ملفات لم يكن قد حصل اتفاق عليها سابقا. هذا ما يفهم من نقطة تحول. لكن نقطة تحول في ماذا؟ يعني أنا نتخيل الصحفي هذاك يسأل ويقول له أنت قلت أنه هذا اللقاء أو هذا الاجتماع أو هذه اللحظة هي نقطة تحول، وقلت أيضا بأنكم ناقشتم ملف منطقة الساحل وقضية الصحراء الغربية. هذا هو الكلام نتاعو. أنا تخيل لو جينا في إعلام مفتوح سيسأل بسؤال بسيط، يعني هل نقطة التحول في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر أو بين ترامب وتبون تمس النقطتين اللتين أشرت إليهما، وهما
الأمن في الساحل وقضية الصحراء الغربية، لأن الموضوع هذا يحتاج إلى تدقيق. نقطة تحول في قضية الساحل، ما المقصود به؟ العلاقات الجزائرية المالية تدهورت بعد الانقلاب الأخير ولما كانت مجموعة غويتا. ما المقصود؟ أن أمريكا ستتوافق مع الجزائر على نقطة تحول في التعامل مع قضية الساحل. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الساحل مكافحة الإرهاب. ما هو تعريف الإرهاب؟ كل واحد يحكم كراس 96 ولا كراس 120 ويكتب، كل واحد عنده تعريف. لما نجوا الولايات المتحدة الأمريكية تعرفوه حسب المناطق. قال ما هي نقطة التحول في هذه العلاقة؟ هل قررت أمريكا استراتيجية أمنية معينة اتجاه منطقة الساحل والجزائر شريك استراتيجي في هذه النقطة؟ أين هي نقطة التحول سيدي نائب كاتب الدولة؟ النقطة الثانية، قلت بأنه قضية حل قضية الصحراء الغربية، هكذا قال. هل نقطة التحول في طبيعة العلاقة تشمل هذه القضية أم لا؟ وما المقصود بنقطة التحول في القضية؟ المعروف بالنسبة للموقف الجزائري واضح، أن القضية لدى الأمم المتحدة وتقرير المصير والمينورسو وما إلى ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية عندها رأي آخر. هل نقطة التحول تمس هذا؟ من الذي تحول، الموقف الأمريكي أم الموقف الجزائري؟ طبعا لا أحد يملك الإجابة، لكن لما يكون ما عندكش إعلام مفتوح وما عندكش شفافية ووضوح، المسؤولين يجوا يعطوك تصريح عام وانت عم بحرك. كإعلام رسمي وإعلام خاص في الجزائر أهم شيء شريك استراتيجي، تقوية العلاقة الجزائرية الأمريكية. لأنه لو كان تنافس سياسي وكذا، احنا ماشيين إلى انتخابات تشريعية وممكن يجي حزب معارض يحكم في البرلمان ويعرقل دور الرئيس كما صار في أمريكا. يعني الجزائرية الأمريكية من تاريخها يعني، وكانوا ايش قلت لكم حتى التحليل وما يرشح في الإعلام في الجزائر إما حذر أو إما يتفادى. لأنه أستاذ صغور لما تكلم على كل ما هو جميل في العلاقات وتاريخيتها وكذا، ولكن لما وصل لقضية الساحل قال ممكن أن يكون هناك تعاون، لأنه تقريبا الموضوع مش سهل بدرجة كبيرة. لأن نعرف مقاربة الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب على الأرض وبالطريقة تاعها في أكثر من منطقة، ومقاربة الجزائر في أن الحلول تكون يعني داخلية في مالي، قال مالية، وبالتالي إذا فهمت أنا من أستاذي صغور بأنه ممكن تكون فيه تعاون أمريكي جزائري في قضية الساحل بما